حنين اسمعي كلامي. انا عندي صاحبي كده داير له بنت حلوه جميله كده عشان يتزوجها. صاحبك ده منو؟ صاحبي نوري ده زول ما شاء الله يا زول، زول اموره طيبه اموره ظابطه، بس داير له بنت حلوه جميله كده عشان يتزوجها. خلاص تمام، ما مشكله، خليه يجي نشوف مواصفاتها شنو. 100% انا قلت اساسا حنين دي لانه علاقتها كويسه مع البنات، بتشوف لك حاجه. هذا جاء هذا تعال شباب التفاح يا اخي، كيف الحال؟ تمام؟ بنات لقى العافيه. وعليكم السلام. عملت له شنو موضوع العروس يا ناس؟ انت كده وريني تفاصيلها شنو، دايره طويله قصيره ضعيفه سمينه، دايره كيف؟ شوف حنين دي انا كلمتها بكل المواصفات اللي انت دايرها، انت ورينا بس البنت اللي انت دايرها يعني تكون كيف، وحنين دي ان شاء الله جاهزه، لانه علاقاتها مع البنات ما شاء الله علاقات واسعه يعني. بس انا دايره سودانيه، صبجه ما عندي فيها مشكله، صحتها وساعدها ما عندي فيها مشكله، بس سودانيه ما هركه بس خلاص ما عندك اي مشكله. جورجينا مرات كريستيانو. والله انا جورجينا دي يوميا مكالمات، قلت لها يا جورجينا يا اخي انا كريستيانو ده ما بخونه، انا كريستيانو ده بعرفه من زمان كنت في مدريد بعرفه، صاحبي شديد يوميا مكرهاني يا اخي، شنو ده يا اخي؟ نانسي عجرم. نانسي الفنانه. يا اخي نانسي دي انا مشكلتها، كلمتها 100 مره، قلت لها يا نانسي عارفينها صح؟ انت هزول حيرتنا معك دي نانسي عجرم الواحده دي؟ ده تطشت حبيبي عرب، بص كلمتها يا نانسي انا داير سودانيه يا نانسي، والله لو في طريقه ممكن اخدك ان شاء الله الخانه الخامسه، لكن ما في، محتار فيها ذاته يا حنين الزول ده كده يعني عنده علاقات مع البنات كده، طيب ماله شابكني لك، شوف لي زول هنا وداير عرس كده، ما ده علاقاته كويسه. صاحبك ده ما طبيعي، ما عارفه ماله، فوت البنات دول كلهم. برهان. سعادة الرئيس نورت التلفون، سعادة الرئيس والله نحن بخير جنقو كايرو، والله سعادتك راجعين عارفين مدني نطفط، عارفين الحصاعص نطفط، عارفين الخرطوم فضلها شويه، الحاج يوسف ذاته جايه سعادتك نطفط، انا بزع سعادتك انت بس موضوع عرس بتمه ولا هي الاحتمال ارجع، والناس ذاته راجعين معايا يا سعادتك، تشكر يا سعادتك تشكر. دقيقة اسمعني، ده الرئيس البرهان ملك الجخم عديل يا البرهان، هاي ده الرئيس ذاته. جابت لها رئيس كمان؟ اسمع كلامي، انت مش داير لك عروس؟ هاي داير لي عروس. انا ما قاعدة. انا قاعدة عادي. هاي رح طوالي على كده، ده خلينا منه. مو قاعد. هاي رح قوم. يا سلام يا اخي يس. خلنا ده كلام شنو ده؟ الرئيس جغم في الميدان وجغم في العرسان.